تفادي المقارنات والتوقعات. اللي يقع في مقارنة يكتئب، آخر المقارنات دايما كئب. المقارنة في الأول تجيب يا كبرياء يا صغر نفس. قارنت بحد أحسن مني قلت مفيش فايدة فيه، قارنت بحد أقل مني قلت أنا مفيش زي، في الاتنين مصيبة. يعني لو هتكمل على المقارنات كتير في الحالتين تنتهي بكئب، لأنه أساسا أنت اتخلقت مفيش زيك، والرسالة المطلوبة منك أنت بس. مفيش مجال أنك تتقاس بواحد تاني، مفيش عند ربنا خالص يقيس الناس كده على بعض. ليه؟ لأن كل واحد حياته ووزناته وظروفه غير التاني. فربنا أساسا مش بيبصلنا بطريقة المقارنة خالص. ده أب مثالي، كل واحد فينا غالي عنده جدا وبدون مقارنة. دعوتك باسمك انت ليا، مش مهم اللي حواليك دول خالص، ما تبصش حواليك. لكن احنا للأسف عايشين في زمن المقارنات هي الأساس في كل حاجة، والمقارنات دي هي سر من أسرار الكآبة المنتشرة حوالينا. كل واحدة تقارن نفسها بسن اللي بجنبها أو بشكلها أو بلبسها. الرجال يقارنوا بالشهادة أو بالفلوس أو بالبزنس، والشباب يقارنوا مش عارف بخفة الدم وبالمنظر. ايه الخيبة دي كلها؟ كل الناس دي تعبانة ومضيعين وقتهم وعمرهم. الحقيقة المقارنات ما بتوصلش لحاجة مفيدة أبدا، متعبة مرهقة نفسيا. فلما توقف خالص طريقة المقارنات تحمي نفسك من الكآبة.